صباحكم خير، مساكم رزق. اليوم رجعنا بوصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا تتضمن طريقة عمل مخلل الخضروات، وجهزتهم وراح نحتاج إلى الشلغم. طبعا بالبلدان العربية يسموه لفت 400 غرام، و400 غرام من البنجر اللي هو الشوندر. وأيضا للخضار المطلوبة عندنا اللهانة، احنا نسميها بالبلدان العربية يسموها ملفوف، كيلو و300 غرام. وعندنا الزهرة اللي هو القرنابيط أيضا كيلو و300 غرام. لهذه الكمية راح أستخدم ملح الخشن. طبعا راح نحتاج ملح خشن 3 معالق أكل كبيرة، وملعقتين أكل كبيرة من السكر. وراح أستخدم هذه الأدوات أثناء العمل اللي تشوفوها. طبعا جهزت ماء مغلي، ضروري يكون مغلي وبرد، 2 لتر. واستخدم خل التفاح 2.5 كوب، ضروري يكون طبيعي. وأيضا عندنا الزجاجيات أو البرطمانات، طبعا عقمتهم بالخل. ورح نبدي بالبداية نقشر اللفت اللي هو الشلغم، ورح ناخذ من تحت ومن فوق هذه القطعة الخشنة، ورح أقشرهم كمية قليلة، مو كل القشور أخذها حتى ينطينا نكهة طيبة. ضروري تتابعون الفيديو من البداية حتى النهاية حتى تنجح وياكم الوصفة. هنا جهزنا الشلغم، ورح نقطع الشوندر أيضا. نشيل القطعة الأولى الخشنة ورح نقشرها. طبعا أنا كنت كلها ماسحة من الأتربة وجاهز. هذا هو الشوندر، وهنا عندنا شلغم راح أقطعها بالقطاعة المتوفرة عندنا. جيبوها حتى تسهل عليكم طريقة العمل. راح أقطع كل الكمية شرحنا عنها، والشرائح تكون مو كلش خفيفة ولا ثخينة، وسط بهذا الشكل. راح أخليهم بصحن المتوفر عندي. وهذه الخطوة ضرورية تعملوها أثناء ما أنتم تعملون الوصفة. هذه القطعة مثل ما تشوفون كلش حلوة شكلها. هنا أنا راح أخلي ملح تقريبا نصف ملعقة أكل، وأتركها على جنب حتى المرارة والغازات المتوفرة بها ما نشوفها أثناء تناول الوصفة. راح أقطع الشوندر، والقطع حسب رغبتكم، حبيتوا كبار أو صغار. بهذه الطريقة كل الكمية شرحنا عنها. شوفوا لون الشوندر أو البنجر، لونه جدا جميل وطبعا صحي. راح نضعهم. وطبعا أنا بالبراد شفت عندي أيضا ملفوف أحمر 250 غرام، راح أقطعه أيضا تقطيع عشوائي مثل ما تشوفون بالفيديو. أي خضار متوفرة عندكم، إذا كان عندكم جزر أيضا تقدرون تستخدمون مع هذه الوصفة. هنا أنا قطعت الملفوف الأحمر بهذا الشكل، وما نسلقها نهائيا، تبقى فريش كل المواد. هنا أنا جهزت صحن كبير، وراح أقطع أيضا الملفوف الأخضر. راح أشيل الزوائد الموجودة، هذه ما راح نحتاجها. هنا أنا راح أقطع. شوفوا القطاعة راح تساعدنا بطريقة عمل هذه الوصفة، جدا عملية متوفرة بكل المكانات. راح أقطع الملفوف الأخضر أيضا عشوائي. شلون حلوة تطلع، حتى شكلهم جميل أثناء ما تقطعوها بالقطاعة. نهائيا ما تسلقون المواد، امشوا وياي خطوة بخطوة حتى تنجح وياكم، وطعمها رهيب وشكلها جدا حلو. هنا خلينا الملفوف الأحمر والملفوف الأخضر. راح أقطع. هنا صارت عندنا الشلغام، شوفوا صار بينده وطلعت الغازات، راح أغسلها بماء بارد. هنا القرنابيط أو الزهرة راح أقطعها بهذا الشكل. شوف شلون يسهل علينا القطاعة الموجودة عندي بطريقة التقطيع بهذا الشكل. والقطع مثل ما أنتم تحبون، كبار صغار وسط، حتى تكون حجمها وسط وتقعد عندكم من تخلوها بالبرطمانات أو الشيش الموجودة. لا تسووها كثير كبيرة. راح نخلي كل المواد مع بعضها. أكو خطوة جدا ضرورية لازم تعملوها هنا، هو نغسل احنا
الشلغم اللي هو اللفت من الملح حتى تطلع الغازات والمرارة المتوفرة به. هنا المواد كلها خليتها الخضار وحطيت ملح، راح أبقيها 5 دقائق وبعدين أغسلها بماء بارد. هنا بعد مرور 5 دقائق غمرتها بماء بارد، وهنا غسلتهم جيدا، وطبعا هم مقرمشين وشكلهم جميل. راح ننزل اللفت اللي هو الشلغم، وأيضا راح نضع الشوندر. هاي كل المواد مع بعضها. هنا راح نخلي الملح 1.5 ملعقة، والملعقة ونصف الثانية راح نخليها مع المحلول. راح أخلط المواد مثل ما تشوفون بالفيديو حتى تختلط كلها مع الخضار اللي جهزتها، وراح أتركها على جنب 2 ساعة وبعدين أرجع عليها حتى تذبل شوية عندنا وتاخذ طعم الملح. لعمل المحلول راح نخلي السكر 2 ملعقة أكل كبيرة و1 أكل كبيرة ونصف من الملح الخشن. راح أخلطهم بهذا الشكل. هنا أنا عندي 2 لتر من الماء، طبعا ضروري يكون مغلي ويبرد. راح نخلي الخل، هذا أول كوب، وطبعا كوب الثاني، والنصف الثاني ما خليته لأنه ما كفى عندي، وراح أخليه أثناء ما احنا نكبس الوصفة. شوفوا انترست عندنا. راح أخلطهم، وهنا الخضار بعد مرور 2 ساعة صارت جاهزة. شوفوا لونها تغير وكلها أخذت لون واحد. وراح أقلبها بهذا الشكل حتى الملح يصير بكل الخضار. هنا البرطمانات أول شيء أنا طبعا كلهم معقمهم بخل. راح نخلي كل الخضار مثل ما تشوفون بالفيديو بهاي الطريقة. من تخلوها كبسوها بإيدكم حتى تنزل لي تحت. من أطيب المخلل اللي راح أنتوا تعملوه وأنتم مبهرون بشكله وطعمه. هنا أنا خليت 2.5 كوب من الخل و2 من الماء والمواد اللي شرحت عنها. راح نخلي بكل البرطمانات الموجودة عندي أو الزجاجيات هذا الشكل. شوفوا هنا الكوب الثاني، النصف كوب الثاني خليته مع الماء وحتى لونه تغير كل الكمية. راح نغطيهم، وطبعا ضروري الخطوة الجاية تعملوها حبايب. هنا عندنا الفوليا الغذائية، نخلي على كل وصفة بهذا الشكل نغطيها حتى تتعفن وياكم وتكون أكثر أمانا أثناء ما أنتم تكبسوا. هنا كبستهم وقلبتهم. هذه البرطمان الموجود عندي بها قطعة بلاستيكية، شوفوا خليتها بهذا الشكل وراح أغطيها وأقفلها. ضروري تقلبوها في 1 ساعة، بعد ذلك ترجعوها على الجهة الأخرى حتى كل المواد تختلط مع بعضها. طبعا تبقى 4 أيام وتقدرون تتناولوها. هاي شكلهم روعة. جربوها وانطوني رأيكم بالتعليقات بعد مرور 4 أيام. شوفوا شكلها جميل جدا. هاي شكلها، شوف المي يتغير، اللون يتغير، وشكلها روعة. وراح أفتح لكم واحدة الأولى ونشيل القطعة النايلونية. طبعا هي راح أذبها وأحط واحدة جديدة. يا سلام، رائحتها جدا طيبة. شوفوا ما شفتوا عفونة على الوصفة. هنا أنا جهزت صحن وراح أخذ قطعة وبعدين راح أدير كل الكمية بالصحن المتوفر عندنا حتى أشوفكم إياها بهذا الشكل. راح أقلبها كلها. يا سلام، شوفوا لي اللون، وطبعا رائحتها طيبة، وراح تتناولوها مع جميع أنواع الوصفات. سهمكم العافية. لا تنسونا بلايك والنشر. قلنا القلب الأحمر.